السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هعمل معاكم الكفتة المشوية بس من غير فحم، في البوتاجاز عادي بطريقة جميلة جدا. وهعمل معاها صينية بطاطس كده، حاجة عظمة ما شاء الله، هتعجبكم جدا. هنسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدأ مع بعض. هنا الوصفة بتاعتنا: معايا هنا كوباية بقسماط، ومعايا هنا ربع كيلو دهنة مفرومة، ومعايا هنا نص كيلو لحمة حمراء. هي دي المكونات معانا. وهنا معايا كيس البهارات اللي هو الجاهز بتاع الكفتة او الحواوشي. عموما دي بهارات جاهزة، بتكون طعمها جميل جدا وبتدي مذاق خاص كده للاكل بصراحة. جربوها يعجبكم جدا. ونص كيلو لحمة اعمل لكم كمية كفتة ما شاء الله عليها كتير جدا، وطعم وريحة جنان. هنا اخدت قطعة من اللحمة المفرومة دي، بشرت معاها بصلتين، واخدت المية بتاعتها على جنب عشان هنصبع بيها الكفتة. حطيت بس بشر البصل. هنا هنزل بكوباية البقسماط، وهنزل هنا بالدهنة اللي انا فرمتها، وهنزل هنا بكيس البهارات اللي انا قلت لكم عليه دوت. هحط هنا دي معلقة ملح ابيض، وهحط معلقة فلفل اسمر، ومعلقة بهارات، السبع بهارات. دي كل المكونات اللي انا هحطها. طبعا اللي حابب يحط اي حاجة تاني عادي خالص بحسب راحتكم. دي طبعا بهارات بتدي مذاق حلو قوي للكفتة، وبتدي ريحة جميلة جدا. هنخلط بقى هنا المكونات كده مع بعضها كويس جدا، وهسيبها في التلاجة حوالي ساعة. هنا بعد ما خلطتها مع بعضها، عندي هنا عودين بقدونس كده خرطتها على اللحمة المفرومة. بتدي طعم جميل جدا للكفتة بصراحة، وبتدي ريحة حلوة قوي. يا ريت اللي يشوف قناتي انا يوميات تيتا ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك للقناة لو عجبكم الفيديو. عندي هنا طماطمية انا بشرتها، وهنا مية البصل اللي انا قلت لكم عليها اللي صفيناها، وعليهم معلقتين زيت. دي اللي انا حاجات اللي انا هصبع بيها الكفتة. بتدي ريحة جميلة جدا للكفتة، وبتديها لمعة حلوة قوي بصراحة، وبتخلي ريحتها جميلة جدا. انا بدأت اصبع الكفتة هنا معاكم، بصوا شكلها عامل ازاي، والريحة بتاعتها بصراحة جميلة جدا. عندي هنا العيدان اللي هي الخلة بتاعت الشيش او بتاعت الكفتة. ببدأ ان انا اعمل عليها. لو ما عندكيش بتعملي على معلقة، على مقوار، على اي حاجة موجودة عندك عادي. بتعصي ايدك بس كده من الخلطة اللي هو مية البصل والطماطم، وبتبدأي ان انت ايه تصبعي الكفتة. بصوا ما شاء الله عليها، ولا بتفك ولا اي حاجة، جميلة جدا. حاجة بتعمليها في البيت بتبقى موفرة، وطعمها وريحتها جميلة قوي، وهتعجبك ان شاء الله. هنا هخلص الكمية معاكم كده. بصوا ما شاء الله عملت كمية وفرة جدا، حاجة كده عسل اللهم بارك كده، جميلة. مكونات سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت. طبعا كده حاجة جميلة قوي بصراحة. بصوا كده ما شاء الله. وعندي برضو عملت هنا طماطم طرنشات وبصل، وحطيت هنا برضو عليها الكفتة. وهنا عامل معاكم صينية بطاطس للي حابب البطاطس مع الكفتة، عادي خالص، جميلة جدا. معايا هنا بطاطس عملتها حلقات وغسلتها كويس، وهنزل عليها هنا كده بطماطميتين مبشورين، وهحط عليهم معلقة فلفل اسمر، وحوالي 3 معالق زيت، ومعلقة ملح ابيض. مش هحط عليها اي حاجة تاني. وهنزل عليها بكوبايتين مية، وهبدأ ان انا اقلبهم كده في بعض كويس. مفيش اصلا اسهل من كده بصراحة، حاجة جميلة جدا وبيتي، وريحتها جميلة قوي. حطيت هنا 3 قرون شطة خضراء على الوش كده. احنا بنحب الاكل سبايسي بصراحة، بيدي ريحة وطعم جميل جدا للاكل. وهبدأ ان انا هنا احطها على النار، واول ما تبدأ تغلي هدي عليها النار واغطيها.
بعد ما بتبدأ تستوي بدخلها تحت الشواية، بتاخد لون مش اكتر، بيبقى لها ريحة وطعم جميل جدا بصراحة. بصوا هنا كده بعد ما طلعت من الفرن شكلها جميل جدا وريحتها، والبطاطس مستوية جدا وجميلة، وحاجة كده جميلة قوي جنب الكفتة بصراحة، لها طعم حلو قوي. وبنزل عليها هنا بشوية بقدونس، حاجة كده اللهم بارك عظمة بصراحة، وحاجة ريحة وطعم جميل جدا، ومن غير ما تعملي اي دخانة ولا على الفحم ولا اي حاجة. وهنا الكفتة حطيتها تحت الشواية في فرن البوتاجاز، وبقيت اقلبها بصراحة كده، وشوت معايا وبقت تحفة جدا وجوسي كده وطرية، ومش ناشفة ولا اي حاجة خالص، ومحتاجتش فحم ولا اي حاجة. والريحة بتاعتها جميلة جدا جايبة اخر البيت. بصوا هنا اتحمرت وخدت لون جميل، جميل جدا وطرية قوي بصراحة. بتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة بتاعتي دي، هتعجبكم جدا. وان شاء الله اشوفكم على خير في الفيديو